بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة في هذا الاستعراض أود أن أقرأ المستقبل، ليس لا سمح الله من خلال ادعاء معرفة ما سيكون، بقدر ما أنها قراءة لكيف للحاقدين على الإسلام ينظرون إلى المستقبل من خلال نبوءاتهم التي هي مدعمة بواقع سياسي، بل إنه الواقع السياسي الذي يستفيد من هذه النبوءات من أجل تجسيدها على أرض الواقع. يوم 4 نيسان من العام 2015 هذا العام كانت ظاهرة كونية للقمر، حيث ظهر القمر بشكل أحمر بلون الدم، وسمي يومها بالقمر الدموي. وقال علماء يومها أن هذه الظاهرة وإن كانت نادرا ما تحصل تحديدا في هذه السنة ستحصل مرتين يومها، وقال ستحصل يوم 28 أيلول 28/9 من العام 2015، أي خلال الأيام القادمة. اللافت أن القمر الدموي هذا الذي وصفوه بهذا الوصف سيرافقه، كما نقلوا عن أحد كبار الكهنة والقساوسة الأمريكيين من مجموعة ما يسمون الإنجيليين الأصوليين، أن حدثا سيرافق هذا المشهد الكوني. هذا الحدث سيهز الشرق الأوسط، هكذا قال، وسيغير ملامح المنطقة بسبب كثرة الدماء التي ستسيل فيه. ومن هنا كما قلت أسموا هذا القمر به القمر الدموي. أنا أحاول أن أقرأ ماذا يا ترى سيحدث، وكيف لهذه النبوءة، ولماذا أشار فقط إلى الشرق الأوسط، ولماذا الدم الكثير الذي سيسيل، بما أنها العلاقة الوثيقة جدا بين الإنجيليين الأصوليين وبين دولة إسرائيل عبر قاسم مشترك بين الطرفين، وهو نزول المسيح المخلص بين نسخته المسيحية وبين نسخته طبعا اليهودية، على اعتبار أن اليهود يؤمنون بمسيحهم المخلص والمسيحيين يعتقدون بعودة المسيح الثانية إلى الأرض. لكن ما يجمع يعني هاتين النظريتين والإيمانين أن المسيح سينزل في أرض فلسطين، فيما أسموه هم أرض الشعب اليهودي. هذا يتزامن مع ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك الآن من اعتداءات سافرة ومن تصعيد نوعي ومن محاولة استغلال المؤسسة الإسرائيلية للواقع العام لتحقيق النبوءات التوراتية الدينية والتعجيل ببناء الهيكل الثالث المزعوم. فأنا أسأل وأقول، هل هذا الحدث الذي سيهز الشرق الأوسط وفيه تسيل دماء كثيرة لعله سيكون اعتداء سافر على المسجد الأقصى المبارك؟ يغلفون هذا هم بالنبوءة، لكن السياسة هي من ستفرض هذا على أرض الواقع. إن المشهد بما يجري في المسجد الأقصى والقدس الشريف لا نستبعد من خلاله إمكانية أن يكون اعتداء سافر، خاصة وأن يوم 28 الذي يتحدثون عنه سيكون فيه القمر الدموي هو يوم دعوة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك فيما يسمى بداية عيد العرش، بداية عيد المظلة، مع مناسبة أخرى، وهي أن في هذا اليوم يوم 28/9 من العام 2000 كان اقتحام وتدنيس شارون للمسجد الأقصى المبارك. لي أن أذهب أبعد من ذلك، ليس متشائما ولست مدعا بعلم الغيب، ولكن أقول، هل هذا الحدث الذي سيهز الشرق الأوسط وفق نبوءاتهم الشيطانية السوداء هذه قد لا يكون في المسجد الأقصى، قد لا يكون في القدس؟ هل يا ترى يمكن أن يكون في مكة المكرمة في موسم الحج القريب؟ هذا ليس مجرد تساؤل، وهذا ليس مجرد تحليل، بقدر ما أني أشير إلى هذا الجانب بعد إذ قرأت الخبر الخطير والهام الذي كان في موقع استخباراتي إسرائيلي اسمه ديبكا يوم الخميس 10/9/2015، والذي قال فيه الخبر عن اجتماع جرى بين رجال استخبارات أمريكيين وسعوديين للتباحث في احتمالات أن تقوم داعش بإحداث تفجيرات دامية في مكة المكرمة في موسم الحج. شيء مفزع، شيء مخيف، شيء مرعب. لكن السؤال، كيف ولماذا موقع ديبكا الاستخباراتي الإسرائيلي هو الذي ساق هذا الخبر؟ في تقديري بل في قناعتي لوجود التواصل الدائم والقوي ما بين أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية، وبالتالي الآن هذا ليست نبوءة،
في تقديري هذه معلومات استخبارية يمكن أن تترجم على أرض الواقع. ليكون السؤال هل تفعلها داعش؟ نعم تفعلها داعش. داعش التي تفجر المساجد، داعش التي تقتل العلماء، التي بظاهرها أنها ضد بعض الأنظمة وضد بعض الأعداء من غير المسلمين، لكن هي أعداء المسلمين حقيقة. وأضف إلى ذلك ما صرح به يوم الثلاثاء الماضي القريب الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا، لما قال إن لدينا معلومات عن خطط لداعش لاحتلال مكة والمدينة المنورة. ليس بوتين متنبئا، بوتين رئيس دولة ويتبع له جهاز استخبارات الكي جي بي الذي هو من أقوى أجهزة الاستخبارات في العالم. ومن هنا أنا أربط بين ما اطلعت عليه وتباحثت به الاستخبارات الأمريكية والسعودية مع ما عليه الآن الاستخبارات الروسية، لأتوجس خيفة من أن هناك أمرا جللا يمكن أن يقع في مكة المكرمة. يا ترى هل تفعلها داعش؟ إذا لم تفعلها داعش هل تفعلها جماعة الحوثيين؟ كيف لا، وهي العدو اللدود للحكم السعودي. نعم تماما داعش والحوثيين مع التناقض الكبير بينهما، لكن هما يتشابهان في عدائهما لنظام الحكم في السعودية، وبالتالي يريدان أن يوقعان أمرا موجعا. الثائر الذي في نفوس الحوثيين ضد النظام السعودي ثأر كبير، ولذلك سمعناهم يصرحون يقولون أن لدينا ما تزال أسلحة استراتيجية نعدها لأهداف استراتيجية في المملكة العربية السعودية. ما هي الأهداف الاستراتيجية في السعودية يا ترى؟ مصافي النفط؟ نعم. القصور الملكية؟ نعم. أجهزة الحكم؟ نعم. لكن ليس هناك هدف استراتيجي أكثر من مكة المكرمة، من الكعبة المشرفة. ليكون السؤال هل ستقدم جماعة الحوثيين على الاعتداء يا ترى على مكة؟ معقول؟ ممكن؟ التاريخ يقول لنا نعم معقول وممكن. جماعة الحوثيين هي تماما مثل جماعة القرامطة الشيعية التي ظهرت في التاريخ الإسلامي، وتحديدا قامت بعملية احتلال لمكة في موسم الحج من العام 908 للميلاد 317 للهجرة، في يوم 8 من ذي الحجة، في يوم التروية، قام أبو طاهر الجنابي القائد الشيعي من القرامطة واحتل مكة وقتل الحجاج ودفنهم في حجر في بئر زمزم. دفنهم دون أن يصلي عليهم، دون أن يغسلوا، لأنه يعتبرهم غير مسلمين أصلا. سرق الحجر الأسود وبقي في مدينته هجر 40 سنة. سرق الكسوة الشريفة للكعبة المشرفة ومزقها على أصحابه. ليكون السؤال ما داموا قد فعلوها يوما هل سيفعلونها اليوم يا ترى؟ أنا لا أستبعد ذلك، لا أستبعد ذلك في ظل ما يزال يتوافد من أخبار عن وجود 50,000 مقاتل شيعي في جنوب العراق، كما ذكر الكاتب الكويتي عبد الله النفيسي، قال إن هؤلاء لهم علاقة مباشرة بالمرجعيات الدينية في جنوب العراق، وهم جاهزون من أجل الدخول إلى السعودية لإحداث أمر معين في مكة المكرمة. ولعل ما قالوا علي أكبر ولايتي مستشار علي خامنئي مرشد إيران من أن 1,000,000 مقاتل شيعي من الحوثيين موجودين في اليمن استعدادا للدخول إلى السعودية. ماذا سيفعلوا في السعودية يا ترى؟ من هنا أنا لا سمح الله لست خائفا بقدر ما أني أحاول أن أقرأ هذا المستقبل بما فيه من مخاطر، أحاول أن أتبين هذه النبوءات السوداء، نبوءات الشر التي تتحدث عن هذا القمر الدموي وعن حدث سيهز الشرق الأوسط، لأقول أن الأمة مقدمة على مرحلة صعبة جد صعبة، لكن بيقيني أن بعد هذه الصعوبات لن يكون إلا الخير وإلا الفرج. يا أمة الإسلام علينا أن نتنبه لندرك أننا مستهدفون، أن المساس بمقدساتنا إن كان المسجد الأقصى المبارك وقد تعتدي عليه الجماعات اليهودية الصهيونية، أو المسجد الحرام وقد تعتدي عليه الجماعات الشيعية المغالية في تطرفها وفي انحرافها عن الجادة. أسأل الله عز وجل أن يرد كيدهم إلى نحورهم، أن يحفظ مسجدنا الأقصى، أن يحفظ مسجدنا الحرام، أن يحفظ أمة الإسلام جميعا. وبيقين إن شاء الله أن الله عز وجل لن يخزي هذه الأمة وسيرد الكيد إلى نحور أصحابه. وإن شاء الله عز وجل نحن ببداية مرحلة جديدة وفرج جديد إن شاء الله، على تباشير الأمل القادم إن شاء الله. نعم بدولة الإسلام، دولة الخلافة الإسلامية القادمة، لكن
ليست على منهج أبي بكر البغدادي، إنما على منهج أبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قل على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته أبو بكر الصديق رضي الله عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.